السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض عصير التمر هندي. عندنا بقى لفة كده من التمر هندي، وكوباية من السكر، ومية بقى يعني 2 لتر او 3. نرفع المية على النار تغلي، وبعد ما تغلي هننزل بقى فيها التمر ونشوفها ان شاء الله مع بعض. معايا لفة قمر الدين بالشكل ده، نزلها بقى في المية. هنسيبها بقى كده على النار لمدة نص ساعة، وبعدين بقى نكمل مع بعض. التمر بقى معانا بالشكل ده تقيل جدا، طبعا احنا شلناه من على النار وسيبناه يبرد. دعكه بالشكل ده بحيث ان هو يدوب كده معانا في المية، وهنصفيه. لو عندنا هاند بلندر نضربه كده على طول بالهاند بلندر وبعدين نصفيه، لكن هو طبعا فيه بذر يعني ما نقدرش نضربه في الخلاط لحسن الخلاط يتكسر، فاحنا هنصفيه بقى معانا يعني. ده التمر الهندي الطبيعي صحي جدا. اصفي بقى التمر. نصفيه كله بالطريقة دي، وبعدين نصفيه تاني بشاشة، وبعدين بقى نضيف له باقي المكونات بتاعته. التمر بتاعنا بعد ما صفيناه بالمصفى هنحطه بقى كده معانا في شاشة، والشاشة تحتيها مصفى، وحطينا في قلب حلة، وهنصفيها بالشكل ده. يعني دي كتلة، دي بقى نضربها في الخلاط مع شوية مية كده وسكر، ونعمل بها برضو عصير، مش هنرميها يعني، نعمل بها برضو عصير ونصفيها بقى، يبقى فيها ايه حاجات بسيطة يعني. ان انا مش قادرة اصفي اصلا، اضغط، انا دراعي وجعني مش هقدر اضغط عليها جامد. العصير بقى طلع كده معانا بالشكل ده، مفيهوش بقى فتافيت كده، لان الولاد بقى يعني بيحبوش، اللي بيحبوا العصير كده مبقاش فيه اي حاجه. والعصير بقى هنضيف عليه ايه؟ احنا قلنا هنضيف عليه كوبايه من السكر، بس انا حاليا بقى ما عنديش سكر يعني غير كيس واحد، فقلت نخليه بقى للشاي والنسكافيه وكده. وطلعت كده كوبايه من العسل، سخنتها معايا بالشكل ده عشان اضيف عليها شويه من ملح الليمون يدوب معانا يعني بسرعه، لان العصير ساقع. طبعا انا كنت عامله الفيديو اصلا من امبارح، وده النهارده تاني يوم قلت هصفيه. نخلط بقى العسل او السكر مع العصير، ونعبيه بقى في برطمانات ازاز، نشيله بقى باب التلاجة.
كده بقى تمر خام. وممكن نضيف عليه كم واحدة كده من الكركديه، يعني يدوله لون شوية أحمر. نجيب ازازة بقى ونعبيه في الازازة. وعندنا بقى ده هنضربه في الخلاط. نضيفه بقى في الخلاط وعليه شوية من السكر او العسل، ونعمله بقى عصير. التمر بقى معانا هنفضيه ونعبيه بقى في الازازة. بس كده ما فيهوش اي شوائب. ده بقى مشروب التمر هندي بتاعنا، حلو جدا، جربوه، سهل وبسيط، هيقعد معانا بقى في التلاجة طول شهر رمضان. جربوه بقى ان شاء الله يعجبكم. هنا يكون خلصنا الفيديو. لو عجبكم الطريقة اكتبوا في التعليقات، ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.